انت تعرف ان غسول الغلط هو السبب اصلا في الحبوب اللي مش راضيه تروح؟ تخيلي انك بتغسلي وشك كل يوم بس بالحاجه غلط اللي بتزود لك المشكله وانت مش واخده بالك. تعالي بقى اقول لك ازاي تختاري الغسول الصح حسب نوع بشرتك. بص يا ستي، 90% اصلا من مشاكل البشره بتبدا من اختيار غسول مش مناسب ليكي. في ناس بشرتهم دهنيه بتستخدم غسول للبشره الجافه، في اللي بشرتهم حساسه بيجيب غسول ينشف وشه ويحسسه اكتر. خليني بقى كده النهارده اديكي خلاصه الكلام كده واقول لك الغسول المناسب ليكي على حسب نوع بشرتك من غير ما تلف كتير في الصيدليه. لو انت بشرتك دهنيه هتحتاجي غسول يوازن الدهون ويقلل اللمعان ويساعد المسام تتهوى كمان وتتنضف. فهندور على مكونات زي الساليسيليك اسيد والنياسيناميد. طب لو هي جافه لازم تغطيها من اول خطوه، ونبدا بغسول خفيف على الجلد غني بالهيالورونيك اسيد. انما لو بشرتك مختلطه هناخد غسول متوازن مش شديد ومش خفيف، حاجه تهدي الدهون في التي زون وتحافظ على باقي البشره مرتاحه. انما بقى لو بشرتك حساسه فاحنا هنحتاج غسول بسيط خالي من العطور وكمان خالي من الكحول، في مكونات تهدي زي الاوليفيرا. ولو انت مهتمه تعرفي افضل غسولات في السوق اللي تناسب نوع بشرتك اكتبي لي في الكومنت وانا هبعت لك قائمه مفصله ليك انت بس. ما تنسيش تتابعيني عشان السلسله دي لسه فيها كتير، ولسه هقول لك ازاي تنضفي بشرتك خطوه بخطوه.